وأن يجعل السعادة غطاءهما والهناء فراشهما، وأن يجعل عنده الذرية الصالحة. اللهم آمين. نعيد ذكر أسماء أصحاب هذا العرس بناء الأرض أشرف السيد المدير على كريمة الحال السعيد سليمان أحمد، وبناء الأرض أحمد طه المقتل على كريمة الحال حامد محمد، وبناء الأخ الخليل سيد زيد على كريمة الحال صديق أو إسماعيل، كذلك بناء الأرض محمود فتحي على كريمة الحال الحنفي المغلاوي، وبناء إبراهيم حسن مسعد داوود على كريمة الحال مصطفى مسعد داوود، وكذلك بناء سمير اسماعيل سيد على كريمة الحال سعد الصوري. نسأل الله عز وجل رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الزواج زواج مبارك، اللهم آمين. وكذلك نقول لكل من حضر ضد وطاب شاب وتزوج جميعا من الجنة منزلا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. قولوا آمين. صلوا على الصلاة. أصحاب العمر محبوبين الكرام في جوز ولا أنا كنت أتكلم في موضوع يعني مختلف، ولكن الشيخ محمود تكلم في موضوع لا يتعلق بالزواج، وطبعا ما ينفعش يبقى المواضيع كلها بعيدة عن الزواج، فمعلش يعني مش هحفظ مش محضر، ولكن نتكلم في عن الزواج. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحكم حكما طيبا. الواحد يتجوز ليه؟ الحفن مش الحنفي. معذرة الزواج بناء الأرض محمود فتح على كريمة الحال الحفني المغلاوي. معذرة الواحد يقول ده محمد فتحي. لا عرفت محمد فتحي صح؟ محمود فتحي. أيوة صح. معذرة على كريمة الحال محدش يتجوز يعني. لماذا نتزوج؟ الواحد يتجوز ليه؟ لو تسأل العباد يتجوزوا ليه؟ حبيبه. لماذا نتزوج؟ يتجوز ليه إن شاء الله؟ عشان نخلف. انتوا طيبين ولا محبوبين؟ أخ بيقول عشان الأخ محمد بيقول عشان طاعة لله. في واحد يقول لك أنا بتجوز عشان أخلف، عشان يبقى حد يعمل اسمي وحد يساعدنا مرة وحد يعيش لما هذا أخ كان. وواحد ثاني يقول لك أنا بتجوز لغض نظري قال يا معشر الشباب من استطاع منكم لا فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج والحديث صحيح. وأخ ثاني يقول والله أنا بتزوج حتى أجد من يعينني على في يعني في الزواج، ومن يعني يصدق لي، ومن يعني يهتم بشؤوني وأموري إلى غير ذلك. والآخر يقول أن أتزوج لكي يعني أبث همومي لامرأة يعني أنظر إليها فأضطر بها إلى غير ذلك. ولكن هناك يعني هدف أسمى وأعظم، مع أن هذه الأمور أمور طيبة ومشروع والإسلام أمر به وحث عليه، ولكن هناك هدف أعلى وأعظم وأسمى. إيه هو؟ الذرية الصالحة إن شاء الله بناء والإنشاء لا يكون كيف على طاعة الله جل وعلا. مساعد على الأرض. لا غير المسلم الشعب والله محتوى جل وعلا. لماذا؟ لما أقول حاجة يقول الإسلام اهتم بتربية النشء، تربية الأبناء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال، كان يرسل السلام على الأطفال. الرسول الذي كان يهتم بالدعوة وكذلك بتشجيع الشيوخ وبناء المسجد والمعاصرة بين الأطفال والأطفال